الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوم عرس في قسم علم النفس التربوي في كلية التربية بجامعة النور، والقسم بكامل هيئته يرحب ويعلن فرحته بعروس اليوم، وقبل العروس ضيوف العروس. ضيوف العروس عندنا يشملون لجنتين مجتمعتين سويا، إحداهما بذلت من الجهد ما يكفي لأن نعد باحثة، وهذه اللجنة قامت بواجبها، والآن في هذا اليوم تحصد مكافأة الجهد. أشرف على هذا البحث العبد بالله، وعاونني، بل سرت معهم في الركب لنتعلم جميعا أخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم سليم والأستاذ الدكتور محمد السعيد أبو حمد، وكلاهما تخصص يمكن أن يجمع بين كل فروع علم النفس التربوي والصحة النفسية، وأنا أشكر لهم جهدهم ومتابعتهم للبحث منذ اللحظة الأولى. ومعنا على المنصة أيضا ضيفين كريمين، الأستاذة الدكتورة سهام عليوة، علم من أعلام الصحة النفسية في كلية التربية جامعة كفر الشيخ، ولنا معها معزة وتكريم واحترام وتقدير، وهي من الجادات ومن الأساتذة المشهود لهم بحسن تعلمهم وتعليمهم لأبنائهم. وأنا أعتقد أنه يكفي الباحثين والعلماء والأساتذة جهد السفر وبذل الجهد وقراءة العمل، والثلاثة عايزين جهد بصري وحركي وجسدي. وأظن في يوم زي النهارده عشان الواحد ينزل من على رصيف بيتهم يبقى بذل جهد وتعب ودفع الثمن، فما بال من تقرأ منذ أسبوعين على الأقل في بحث تضعه على مكتبها وهي رايحة وهي جاية تقلب فيه. أكيد هذا الجهد ليس جهدا بسيطا، وأنا أعتقد أنه كل منا يتفاعل مع الرسالة التي يقرأها والعمل الذي يقرأه بوعي وبحس. يعني أحيانا الواحد يقرأ حاجة تعجبه يبقى فرحان وينفعل ويقول برافو عليك، يسلم اللي علموك، وبعدين يمر تاني يلاقي حاجة كده شمال، ليه بس كده؟ ما كنا كويسين. هنا هذا الانفعال وحده في ذهن وفي عقل وفي قلب الأستاذ يأخذ منه ولا يعطيه، هو المعطاء. ما بالنا كل هذا ويغيب عن الموقف حجم التقدير. يعني إذا كان بينتظر الأستاذ مكافأة فهو بينتظرها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا وأنا جاي بقول له احنا جايين نفرح الناس، لأنه إحنا بنقول إن هذا المشهد هو يوم عرس. لأن أنا لو عندي حاجة أنا مش هوافق على أن أقدم الرسالة للمناقشة، ولو عايز حاجة غيرها هقول لها غيري، والباحث أولى من أي حد تاني في إنه يغير ما يجده. إنما في يوم الختام دايما واحنا بنقعد مع بعضنا
بنتعلم من بعض. هو سيمينار جيد ولقاء نتبادل فيه الخبرة والمعرفة ونتعلم من بعضنا البعض. في العلم لا كبير ولا صغير، إنما العلم فيه مسارات ثواب ومسارات تحتاج إلى تصويب. فهو يوم عرس لأهل الباحثة ولزملائها ولمحبيه ولنا أيضا. وعلى المنصة أيضا أحد بناتي، وأنا دي عارفة إن أنا بعتز بيها دايما، وبعتز بكل أولادي اللي على المنصة واللي خارج المنصة، أنا بحبهم كلهم وهم عارفين كده. وما يعني أجلسني هنا إلا حبي له. أنا بشكرهم كلهم وبرحب بالدكتورة إيمان ضحى وأقول لها مستقبل باهر إن شاء الله. أنا مش عارف باهر إيه مين، إنما هو باهر وخلاص. برضه محمد تشتغل شاي. بنرحب بضيوف المناقشة ولادنا بالذات، وأنا دايما أوصلهم السيمينار ده معمول عشان السيمينار ده يعني احنا بنجيد فيه الحوار والمناقشه والمداخلات عشان انتوا كمان تتعلموا. ما احناش جايين نقول لنفسنا بس، لا احنا جايين نقول لنفسنا وللباحثه عشان نضع رسالتها في افضل مكان تقدروا تستفيدوا منه. ربنا يوفقكم، وزي ما قلت دلوقتي نحن نبذل الجهد عشان خاطركم. الجميع إن شاء الله هيستفيد وهيسعد. وبنقول لعروس اليوم ربنا هيكرمك ويوفقك إن شاء الله. مش عايزين قلق ومش عايزين يعني نحول الفرح لألم، لا احنا جايين كلنا عشان نقول مواطن القوة. مش معقول رسالة بالحجم ده وبالجهد ده ويعني ما نسنيش عليها يعني، لا هو جهد مبذول واحنا بنكرم اي جهد مبذول، انما احنا بنبقى عايزين نحط افضل نسخه موجوده عندنا عشان زمايلك لما يجوا يبصوا فيها يستفيدوا منها ويتعلموا منها صحيح. وهنبارك لكم كلكم وهنسمع زفاريكم وكل حاجه يعني. فلا تقلقوا ان سمعتم حوارا يخالف ما تتوقعون، كله تمام ان شاء الله. أنا هستأذن زملائي إن أقدم الباحثة في بيان عن الرسالة المقدمة من الطالبة مي محمد الصعيدي لنيل درجة الماجستير في التربية قسم علم النفس التربوي وتخصص صحة نفسية. ولدت في خريف 2020 وسجلت في 19/3/22. شايف أول خط صغير. الليسانس في الآداب قسم الجغرافيا شعبة عامة دور مايو 2016. الدبلوم العامة في التربية، الدبلوم الخاصة في التربية. سجلت معرفش ليه ما اتكتبش المقررات، وجدت المقررات الأول. عنوان الرسالة الدعم الأكاديمي المدرك ومهارات إدارة الذات كمنبئات لمهارات الأداء البحثي لدى طلبة الدراسات العليا ذوي النمط الشخصية دي. لجنة الإشراف زي ما قلت لحضراتكم الأستاذ الدكتور مختار الكاشة، الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم السليم أستاذ ورئيس قسم علم النفس والتربوة كلية التربية جامعة دمنهور، الدكتور محمد السعيد أبو حلاوة أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية جامعة دمنهور. ولجنة المناقشة من ثلاثتنا معنا بل نحن معها الدكتورة سهام علي عبد الغفار عليوة أستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم كلية التربية جامعة كفر الشيخ مناقشا، والدكتورة والأستاذ الدكتور إيمان صلاح ضحى أستاذ علم النفس التربوي المساعد في كلية التربية جامعة دمنهور. هندي لمي
10 دقايق كويسين يا ماي، ما تتكلمش كتير.